ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي وإخواني، أحييكم وأحيي كل متابعين برنامج الصفاء. وأقول لكم بجد لكم وحشة والله. وأحب اليوم أقدم بعض النصائح في برنامج الصفاء. وقبل ما أقدم النصيحة حابب أتكلم عن موضوع اتكلمت فيه في الحلقات الماضية. كنت عاملين مشروع للناس الحابين يتزوجوا في الخارج، خاصة في ليبيا، إذا كان يعني شاب أو كانت فتاة يعني. فنحن المشروع ماشي الحمد لله، وفي ناس كتار يتزوجوا بنفس الطريق، وربنا يجعل لنا الثواب إن شاء الله. بتمنى لو في أي إنسان عنده الرغبة، يعني في ناس نزلوا كتار وفي أسر عندهم بنات وما قادرين يعني يشايلوا وكده، يعني لو انت بتكون تشيل لهم بيت حلال وتستر روحك وتسترها، بتكون خففت لهم شوية. وحتى البنات لو في أي وحدة يعني عايزة ليها راجل، نحن يعني ما متواصلين معاها أو كده، في رقم بتاع الواتساب بيظهر عليكم في الشاشة. أي إنسان حاب إنه يتواصل معاي ونشوف الموضوع شنو بإذن الله تعالى. والحاجة الثانية، في شروط يعني للإنسان اللي حاب يتزوج أصلا، أو للبنت العاوزة تتزوج إن شاء الله. كان اتطابقت الشروط دي نحن حنجيب معاك، وربنا يسويه فيه الخير إن شاء الله. فبالنسبة لنصيحة اليوم اللي حابب أقدمها لكل سوداني في الخارج، في أي دولة، يعني ما ضروري يكون قاعد في ليبيا هنا. نصيحتي بالذات يعني للناس اللي كانوا ما قبل الحرب، الأسر أو الشباب. طبعا زي ما انتم عارفين السودان حاليا يعني النزوح بقى في شبه يعني كل العالم نقول. ففي ناس بيجوا أسر، يعني الواحد لا عنده مأوى ولا عنده مسكن ولا عنده ملبس ولا عنده أي حاجة. لو أنت مستطيع ومثلا قاعد بأسرتك وحوشك اللي أنت قاعد فيه كبير وكده، فما فيها حاجة لو إنك استضفت شخص، حتى لو أنت ما بتعرفه أو ما في صلة بتاعت رحم بيناتكم أو صلة قرابة، يكفي إنه سوداني وإنه إنسان مسلم وإنه طلع عشان الحرب وكان مضطر وطلع، دي براها تكفي. وإنت يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجرك على الحاجة دي، ومهما كان زي ما قالوا الضيف بيجي بخير. وخلي كل حاجة تكون بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنا بتمنى أي إنسان شاف أي إنسان سوداني يعني تعبان وجاء، إنه يحاول يساعده على قدر الإمكان. إذا كنت أنت أعزب أو متزوج، لو بتقدر يعني تساهم بأي حاجة حتى لو كانت بسيطة، فأنت ما تخلي الحاجة دي تقول إنها هي بسيطة أنا ما بسويها ولا كده، بجد هي بتكون لها معنى كبير بالنسبة له. والحاجة الثانية إنه يعني في بعض الناس بيتضايقوا لما يجوهم ناس وكده، فالفترة دي فترة صعبة على الكل، يعني أنت لازم تتحمل أي شخص بيجيك. في النهاية خد مكانك في محله. لو حتى أنت مرت بك الظروف دي، أكيد حتكون كايس إنه تكون في بر الأمان. فما تستخسر من أخوك السوداني، لو كان في أي مكان في العالم أنت أجيف معاه وأسنده. وبنتمنى ربنا يعود الأمن والأمان في بلدنا،
ويرحم كل الشهداء، ونرجع لبلدنا إن شاء الله كلنا سالمين وخالمين، وترجع لنا السودان زي ما كانت وأفضل. وربنا يجعل لنا زول حكيم ورحيم وبيحب وطنه عشان يصلح لنا حال بلدنا، وترجع السودان ونفتخر بها، ونعوي أي زول أوانه وأي زول وقف معانا وأي زول بيحب السودان. وبتمنى إنه يعني أي إنسان بنية سليمة كل ما يصلي يدعي لأهلنا في السودان ويدعي للسودان، وربنا إن شاء الله ينشر الأمن والأمان لسائر دول المسلمين. وجزاكم الله خير، وتابعوني في حلقة جديدة من برنامج الصفاء، وإن شاء الله كل سنة وإنتم طيبين، وأتمنى لكم كل صحة وسلامة. معاكم أخوكم الناير السير، وجزاكم الله خير.